يا أستاذ سيد، أستاذ سيد، مساء الخير. أهلا أهلا، مساء النور. الأستاذ سيد بطاوي مدير الإنتاج. أنا سمعت إن حضرتك بتحضر لمسلسل جديد 8 أجزاء. بس للأسف الأدوار الصغيرة كلها عندنا اتسكنت، ما فاضلش عندنا غير الأدوار الكبيرة. طيب، بس يعني ممكن تكلم أي حد من السيناريست يعني يصغر الدور شوية ويديهولي. لا بقول لك إيه، ما تعمليش مشاكل مع الكتاب، أنا ما بصدق آخد منهم الحلقات. ومين ده آخر؟ شميخة ده استرجي إنما حكاية. استرجي بجد يعني ولا؟ ليه كده يا معلم زقطاوي؟ زقطاوي؟ اسمي بطاوي. ده أني مش مهندس. استرجي قد الدنيا دي وسريع. أرش لك البيجامة؟ بيجامة؟ لا ما تتعبش نفسك، هي برشوشة لوحدها. خش ورش. ايه عجبتك الالوان؟ عجبتني. زفت 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 ليه بس؟ ده هي دي الالوان اللي انت بتحبيها. ايوه انا بحب ده. ايوه الازرق وفسحته والبنفسجي وكسفته. كسفتيني ايه؟ الله يكسفك، كسفتيني انا قدام نفسي. ايه القرف ده؟ ايه الالوان الزفت الصارخه المهببه دي؟ ايه ده؟ ايه النيله دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا عايزه افهم ايه اللي انت جايبهولي ده؟ في ايه بقى؟ ايه اللي انت جايبهولي ده؟ شيله قدامي. اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره. ايه ما تقولش بس. اطلعي بره. امشي. اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره. جننتيني. بص بقى يا معلم، انا جبت لك الحاجات اللي انت طلبتها كلها، البويات والحاجات كلها فوق في الشقه، وادي مفتاح الشقه يكفيك اسبوعين. أنا سريع. ليه؟ وأنا بطيء؟ لا ما انا عارف ده مفيش اسرع منك يا شميخه، بس ابعد عن التهيؤات دي دلوقتي وركز معايا. حلو اسبوعين يا معلم عليك؟ لا، امال ايه؟ الليلة دي كلها أخلصها لك في ليلة واحدة بس. ما انا عارف يا شميخه ان هي تخلص في ليله واحده، بس مش معاك انت. انا عامل حساب 14 يوم سرحان عشان تاخد راحتك كده وتلعلع وتبص في السقف زي ما انت عايز. اتفضل، ادي المفتاح اهو. مفتاح إيه؟ يا دي النيله، ده نسي تاني يا شميخه. مفتاح الشقه. شقة إيه؟ الشقه اللي هتبيضها. ايه ده نتشوا من ايدي كده ليه؟ جات له الفوقه دي ازاي؟ موضوعنا النهارده يا جماعة هيكون زي ال15 حلقة اللي فاتوا عن القرايب. قريبك اللي بينجح وبيكون مصدر فخر ليك قدام الناس كلها. أنا يا إخوانا كان ليا قريب في فترة صغيرة جدا قدر يبقى عمود من أعمدة صناعة السينما والمسرح والتلفزيون في مصر. من غيره الصناعة هتنهار. تصوروا انه لوحده بقى مسؤول عن رش موبيليات كل قطاعات الانتاج في مصر. لا ومش بس كده، ده مسؤول عن رش كل مصانع الموبيليات كمان. الشخص ده اسمه شميخة، فاكرينه طبعا. اتمنى انه هو بيتفرج علينا دلوقتي ما يعتبرش ان الحلقة دي مدح فيه، لا هو ولا مستر دوكو رشاش. انا عارف ان هو بيحبنيش واحب اقول له انا بكرهك يا شميخة، بكرهك انت ومستر دوكو رشاش. ايوه بكرهك يا شميخة، ايوه بكرهك يا شميخة، بكرهك انت ومستر دوكو رشاش. خلاص والله بكرهك يا شميخة. خلاص بكرهك. كنترول فاشونيست. ايه يا ابو تانيين؟ جبت لي السجق واللانشون والممبار والكايزر اللي طلبته منك؟ ايه ده؟ انت بتكلمني انا؟ قوم فز كده وانت بتكلمني. وبعدين انت مش خدت الشهريه بتاعتك؟ ايه؟ اولا شيل البتاع اللي انت حاططها دي، وشغلك في العماره ومع عادل حاجه ومعايا انا حاجه تانية خالص. هات. يعني ايه؟ يعني انا عايزه العماره دي كلها تبقى بتبرق كده. وبعدين شايف النقطه اللي هناك دي؟ النبيت البتنجاني. لا دي لونها اخضر. لا انا شايفها نبيت البتنجاني. انا مش عايزه الوان فوق العماره دي خالص. بقول لك ايه يا مدام ساره، في نقطة صفرا فوق لا مؤاخذة حجمك الشمال. هنا؟ هي باينه قوي يا ربيع. دي باينة قوي. دي موضه. ماشي، بس على فكرة هي نبيت البتنجاني. انتي شغلك اترفض صح؟ انا مستواي اعلى من كده بكتير وانت عارف كده. بس انت عرفت ازاي؟ من الكرة الحمراء اللي في اورتك دي.
زيها زي الكرة الزرقاء اللي في ايدك دي، مش زرقاء برضه دي ولا نسأل ربيع؟ ها، ايه الخفه دي؟ وانت كمان اترفدت. على فكره انا شفت الحلقه. ياه، اخيرا اتفرجت عليا. انا على طول بتفرج عليك يا شريف. عموما ده رفض مؤقت، واكيد هيرجعوني تاني. مش هيلاقوا مذيع يعمل لهم كم المشاهدات على السوشيال ميديا دي قدي. اشهر مذيع كوميديان في مصر. اهلا 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 يا اخويا، منورنا. شوف منورنا، انت منورنا. أنا بعتذر لكم جدا. أنا ما قدرتش أرش لكم الخدوش اللي في الشقة، بس القرار ده ما كانش قراري، كان قرار مستر دوكو الرشاش. حكم القوي. أشوف وشكم بعافية. انت رايح فين يا شميخ؟ خليك قاعد معانا. انت طيب قوي يا شميخ. اقعد معانا يا انكل شماخ، انا بحبك قوي. وأنا بحبكم قوي، وكان نفسي أرش لكم كل الشقوق اللي في حياتكم، بس يلا أنا لقيت سكن بسعر معقول. طبعا ما انت البليه لعبت معاك اوام اوام ولحقت تلاقي شقه. لا، شقة إيه؟ أنا اشتريت فيلا مفروشة في التجمع. فيلا؟ ومفروشه كمان، وفي التجمع الخامس. الأولاني.